مساء الفل عليكم. ايه رأيكم بالفرخة اللي احنا سلقناها دي نعمله بيها كنتاكي بيتي؟ اول حاجة هنعملوها هنقطع الفرخة على 4. هنشيل الجلد كله منها عشان ناكله بقى، يعني اكل صحي شوية، نحاول نعمل اكل صحي. هنيجي بقى لكل ربع هنقسمه على 2. الدبوس الورك مثلا هنقطعوه الدبوس لوحده والحته اللي فوق لوحدها كده. الصدر هنقطعه على 2 كده. نضيف اذا في عظم، اذا في اي حاجه شيلي كله. ده بقى شكلها بقت ايه، 8 قطع. نيجي بقى في بوله هنحط 2 معلقة دقيق، على فلفل اسود، على كوبايه لبن او زبادي اي حاجه فيهم، على نص كيس خلطه فيجيتار حار او عادي، على توم باودر، على بيضتين ورشه ملح. نخفق كل دول مع بعض. هناخد بقى الفراخ بتاعتنا ونغمسها في الخليط ده كله، وهنسيبها في الخليط ده بتاعت نص ساعة كده. بقى في بولة حطيت بقسماط، عليه كيس فيجيتار، نقلب على بعض ونخلطهم. هناخد بقى الفراخ بتاعتنا اللي في التتبيلة دي بالخلطة دي كلها الحلوة، هنعصوها بقى بقسماط ونحطها على ورق زبدة، على منديل، على اي حاجة اهي. جيت في طاسة حطيت زيت وهقليه بقى عادي زي البانيه، بس هو مش هياخد وقت لان اوريدي الفرخة مستوية، يا دوب هيتحمر من الجنبين وخلاص. وادي الكنتاكي بتاعنا خلص. قولوا لي بقى ايه رأيكم، شايفين الطبق يفتح النفس ازاي؟ كنتاكي ده ولا مش كنتاكي؟ الريحة جميلة جدا. عملت جنبها بقى طبق بطاطس معتبر، وادي الكاتشب. ناقصنا ايه؟ ناقصنا السلطة بسيطة جدا. اتفضلوا معانا. اذا عجبتكم طريقتي ما تنسوش كومنت حلو